تجربة استثنائية، مش مجرد دستور عادي. شخص كان بيتقال عليه إن هو بخيل، بس في الحقيقة هو زاهد. سيدتين كانوا سبب في تكوين شخصيته وأثروا في كاريره بنسبة كبيرة قوي. بنى إمبراطورية من الألف للياء ليصبح إنجفرد كامبرد، مؤسس إيكيا. بدأت حدوتة إنجفرد لما سنه كان 10 سنين. كان وقتها بيبيع عواد الكبريت للناس حواليه في المزرعة اللي هو عايش فيها. كان بيخلي باباه يجيب له من المدينة العلب بالجملة وهو يبيعها قطاعي. وقتها كانت جدته هي أول زبونة عنده دايما، وكانت جيشه الوحيد، وكانت على طول بتدعمه إن هو يبيع ويشتري ويبقى تاجر شاطر. توسع شوية شوية في البيزنس، وبعد ما كان بيبيع بس أعواد كبريت بقى بيبيع كمان كروت معايدة والأشجار بتاعة الكريسماس. ورغم إن هو كان شاطر قوي في البيزنس، إلا إنه أبدا ما كانش شاطر في الدراسة، وكان بينجح بالعافية لحد ما ربنا كرمه وتم 17 سنة وخلص دراسته ونجح. وقتها باباه كافئه مكافأة كبيرة، اداله مبلغ مالي كبير كمكافأة ان هو خلص دراسته. انجفرد بقى ما قالش اخد الفلوس دي اروق على نفسي واشتري حاجات، قال لا، انا هبتدي أأسس شركتي، وأسس إيكيا. الاسم جه كاختصار من اول حرف من اول اسمين ليه، الاي والكي، وكمان أول حرف من اسم المزرعة اللي عاش فيها، وأول حرف من اسم قريته. ما ابتداش طبعا أول حاجة الأساس، ابتدى الأول إن هو يبيع الأقلام الجاف ويبيع الحقائب، وكان بيستورد الحاجات دي لأنه كان بيستغل الوقت اللي بيقضيه في المدرسة يقعد في مكتبة المدرسة يقرأ في الجرايد ويقرأ في الإعلانات بتاعة الشركات بتاعة الاستيراد، ويكتب عناوينهم ويكتب طرق المراسلة بتاعته. ولما فتح شركته ابتدى يبعت لهم جوابات إن هو عايز يستورد منهم بالإنجليزي بتاعه اللي ما كانش قد كده. وفعلا انجفرد كان مستورد شاطر قوي، وكان الوكيل الحصري لأقلام فرنسية اسمها ايفرجود. الأقلام الجاف في الفترة دي كانت حدث وترند زي ما بنقول دلوقتي. شوية بشوية ابتدى يشتغل في حاجات تانية، كان بيستغل كل الموارد اللي حواليه علشان ينجح. كان بيعامل العربيات اللي هي بتاعة اللبن بتاعة زمان إن هي وسيلة نقل ينقل بيها بضاعته لحد الأماكن بتاعة الشحن بيها ويوزع بيها البضاعة في كل حتة. أول صدمة خدها وأول تحدي قبله وجعه كان من تاجر بتاع أقلام. وقتها انجفرد اتفق معاه إن هو ياخد كمية معينة مقابل مبلغ معين، وانجفرد حط الربح بتاعه وقرر هيبيعها بكام. وقت الاستلام والتسليم التاجر ده غير كلامه وباع لانجفرد بسعر أعلى. وقتها انجفرد كان مضطر إن هو يبيع بخسارة، والموضوع عدى، وده ما كانش طبعا التحدي الوحيد اللي في حياته. بعد فترة، وكأي تاجر شاطر في الفترة دي، كان بيشوف ايه الحاجة اللي شغالة كويس أو الحاجة اللي فيها نقص في السوق ويروح يشتغل فيها. راح اشتغل في الأساس. وإنجفرد كان بيتبع استراتيجية بيع كتير بسعر قليل تكسب كتير، وده سبب له مشكلتين كبار جدا. أول مشكلة إن العميل علشان السعر قليل كان مقلق، هو أنا إيش ضمني إن الحاجات دي جودتها حلوة. حل المشكلة دي، عمل شوروم. الشوروم دي عرض فيها المنتجات بتاعته وقال لهم لا، اتفرجوا بنفسكم بقى انا جودتي قد ايه كويسة، والمشكلة دي اتحلت. المشكلة التانية واللي كانت اصعب ان الكومبيتيتور بتوعه كانوا بيهددوا الموردين اللي بيوردوا له بضاعة ان هم هيقطعوه ومش هيشتري منهم. وقتها مش هيتبقى غير انجفرد يشتري منهم، وطبعا انجفرد ما كانش يقدر يشتري كل الكميات اللي الموردين بيصنعوها او بيستوردوها. في منهم اللي خاف وبعد وبطل يورد له بضاعة، وفي منهم ناس قليلة كان عندها الشجاعة وعندها أصل وفضلت تورد له البضاعة. شوية بشوية السوق كبر وهو كمان كبر، وابتدى يبقى عنده زباين أكتر. وقابلته مشكلة تانية، إن الطلب على المنتجات عنده أكتر بكتير قوي من استيعابه، وأكتر بكتير قوي من الكمية اللي هو بيجيبها. ما كانش كل الموردين اللي موجودين في السوق بيوافقوا يتعاملوا معاه، لا، كان في عدد قليل قوي اللي بيتعامل معاه. قال ما بدهاش، اروح استورد من بره
راح الدنمارك وابتدى ان هو يستورد بعض الاساس من هناك، وكانت الدنيا ماشية. بس برضو الكمية اللي هو بيستوردها والكمية اللي بياخدها من الموردين في السويد مش مكفياه. وعلشان انجفرد صائد للفرص، استغل زيارة وزير التجارة البولندي للسويد سنة 1960 وخد الكونتاكت انفورميشن بتاعته، وخد كل الحاجات اللي تخليه يعرف يتواصل معاه بعد كده. وبعدها بسنة اتواصل مع وزير التجارة الخارجية بتاع بولندا، وراح زار مصانع الأساس هناك وعمل معاهم ديل لمدة طويلة قوي بكميات كبيرة علشان ياخد أقل سعر. مش بس كده، هو قال لهم طرق كتير جدا يقدروا ان هم يصنعوا بيها الأساس بسعر أقل. كده هو تقريبا بقى أقل سعر موجود في السويد في سوق الأساس. انجفرد كان دايما همه ان العميل ياخد أحسن جودة بأقل سعر. سنة ورا سنة ابتدى ينجح زيادة، وفي سنة 1963 فتح أول فرع ليه خارج السويد في النرويج. وسنة ورا سنة فتح فروع في أماكن كتير قوي من محيط للخليج، لحد ما قابلته مشكلة تانية كبيرة قوي سنة 1989. وقتها الدنيا في فنلندا وفي أوروبا الشرقية كلها ما كانتش أحسن حاجة، وكان عندهم مشاكل اقتصادية قد كده ومشاكل سياسية، والمصانع ابتدت تقفل وابتدت تبطل تورد لحد. وقتها رجعت تاني نفس المشكلة. الراجل عنده سمعة جميلة وعنده أماكن يبيع فيها وعنده فروع وعنده كل حاجة، بس ما عندهوش بضاعة. يجيب بضاعة منين؟ قال ما بدهاش، هو أنا كل شوية أروح أشوف دولة أستورد منها يحصل فيها مشكلة؟ لأ، طب ما أعمل تكامل خلفي وأصنع أنا بقى وخلاص. وابتدت إيكيا تصنع الأساس اللي هي بتبيعه في المتاجر بتاعتها بنفسها. وفي خلال سنتين بس مصانع إيكيا كانت على أعلى مستوى. طب إيه بقى حكاية الأساس اللي بيتطبق ويتفك ويتركب ده؟ في مرة كان عندهم جلسة تصوير للترابيزة اللي مشهورين بيها، اللي هي على شكل ورقة شجرة. وقتها المصمم خد الترابيزة معاه علشان يروح الاستوديو يصورها. وزمان كانت العربيات الملاكي صغيرة، مش جيب بقى وحركات زي دلوقتي. المصمم عمال يحط الترابيزة في العربية مش راضية تتحط، يجيبها كده يجيبها كده، مش نافعة خالص. قال هو احنا ليه نفكش رجول الترابيزة دي ونثنيها تحتها وتبقى حاجة صغيرة كده ونحشلها في العربية. وقتها ابتدوا يصمموا الأساس بالطريقة دي، واللي كانت طفرة نوعية في الأساس، وطفرة الأيكيا اللي اتميزت بيها وحققت لها نجاح كبير قوي وشهرة كبيرة. التحديات اللي واجهت انجفرد في مسيرته كثرة الضرائب وفرض الرسوم. السويد عشان كنت تأسس شركة فيها وتعمل ورق كنت تحتاج تدفع ضرائب كتير قوي وقتها انجفرد سافر هو وعيلته وراحوا الدنمارك علشان يأسس أوراق شركته هناك وعلشان يدفع ضرائب أقل. قعد 4 سنين في الدنمارك، وبعد كده سافر سويسرا وأوراق الشركة نقلها هناك. لو مركزين في أول الفيديو قلتلكوا إن في سيدتين هما اللي كانوا مؤثرين في حياته قوي، بس احنا اتكلمنا بس على جدته اللي كانت بتشتري منه وكانت بتشجعه على التجارة. يا ترى مين السيدة التانية؟ السيدة التانية هي طبعا والدته. والدته في الخمسينات في بداية نجاحه شخصت بمرض السرطان. وقتها هو عمل جمعية خيرية وابتدى يلم تبرعات لعلاج المصابين بالمرض ده. بعد سنين قليلة قوي والدته توفت، بس هو فضل مكمل في التبرعات وفي الجمعية الخيرية، وساعد مرضى سرطان كتير قوي ان هم يتعالجوا، بل كمان كان بيتبرع بفلوس كتير قوي علشان الأبحاث لتطوير العلاجات الخاصة بالمرض ده. أعماله الخيرية ما توقفتش بس عند كده، هو كمان عمل مؤسسة خيرية باسم إيكيا. المؤسسة دي دورها إن هي تساعد كل الناس الفقراء إن هم يعيشوا حياة أحسن. وعمل أعمال خيرية كتير في دول فقيرة سواء في أفريقيا أو في الهند، وكان سبب في تحسين حياة ناس وتوفير وصلات مية وتوفير حياة كريمة للمزارعين والناس كتير قوي. ده واحد غني بقى، حتى لو كان بيعمل خير كتير أكيد راكب أحسن عربيات وبيلبس أغلى ماركات على طول مقضيها سفر من هنا لهنا. بس انجفرد ما كانش كده. انجفرد كان عنده عربية فولفو قديمة هي دي اللي كان بيسوقها، وكان شخص زاهد جدا
وعايش حياة بسيطة وبيلبس من براندات عادية جدا، وما كانش لازم يعني يجيب أحسن البراندات رغم إن هو كان قادر يعمل ده. إنجفيرد كان مكرس كل ثروته على تطوير شغله وعلى الأعمال الخيرية. مع السن إنجفيرد تعب من الشغل وساب الإمبراطورية دي كلها لأولاده هم اللي يديروها وهم اللي يمشوا الدنيا. بس كان من فترة للتانية بيحب يروح ويسافر ويروح يزور فرع من فروع إيكيا ويتعامل إن هو شخص عادي، يتمشى ويتكلم مع العمال ومع الموظفين ويشوف لو عندهم مشكلة، أو يشوف كمان بيعاملوا الزباين إزاي. إنجفيرد رحل عن عالمنا وتوفى عام 2018 عشان يسيب إمبراطورية كبيرة جدا زي إيكيا بدأها من الصفر ووصلها للعالم كله. في عام 2023 إيكيا كانت بتحتفل بمرور 80 سنة على تأسيسها، بوجود 350 فرع في 29 دولة، وبتحقق مبيعات ب47 بليون دولار عن طريق 930 مليون زائر سنويا. المستحيل ما كانش في قاموس إنجفيرد، وكان بيقدر يحول كل صعوبة تقابله وتحدي لفرصة ويكسبها. انت كمان ممكن تبتدي من الصفر وتحقق امبراطوريتك، مفيش حاجة مستحيلة، ولا مستحيل كمان ان انت تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة علشان تشوف كل اسبوع حكاية جديدة لحد بدأ من الصفر ووصل للقمة.